شوكولاتة، وما أي شوكولاتة، شوكولاتة سودانية وأحلى من شوكولاتة دبي، ومعمولة بمكونات سودانية 100%. وأيام زمان وأنا من مواليد السبعينات كانت في صناعة الشوكولاتة السودانية، بتجينا بلوك زي كده، كنا بنسيحها في وقت السخانة وبنمسحها في بسكويت كرم. فاكتبوا لي في التعليقات، بصراحة أنا نسيت اسم الشوكولاتة شنو، لو عارفيننا اكتبوا لي في التعليقات. بصراحة تتاكل كده ساي أو تحشوها سندويشات لأولادكم في المدرسة. المكون الأساسي هو الطحينة اللي هي زبدة السمسم، سمسم القضارف، نص كوباية من الطحينة دي هنعملها لبلوك واحد من الشوكولاتة، ممكن تزودوا الكمية. تاني مكون، المكون الثاني هو نص كوباية من السكر بودرة، وانا ضغطاه يعني ملياه كده كويس سكر بودرة، لكن لازم بنخله كويس، ما عايزين يكون فيه اي تكتلات. شايفين نخلناه كده كويس، ممكن برضو تنخله على مرتين، بس انا كان بيكفيني مرة واحدة. هنا 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو خام، يعني ما تعملوا الهوت شوكليت باودر، لا، 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو خام. بالنسبة لي النكهة أنا بضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا المعتقة، وإن شاء الله أنا وعدتكم هنعمل لكم الوصفة، بس خلونا كده نرتبها لأنها بتاخد مدة ووقت. كل اللي بعمله لي الشوكولاتة دي بقلب كل المكونات مع بعض، ما في أسهل من الشوكولاتة دي يا أخوانا. طبعا هتقولوا لي كيف دي شوكولاتة؟ دي ما شوكولاتة، دي طحينية. أيوة، طحينية الشوكولاتة السودانية رهيبة، وكمان مغذية بالذات للموسم حس حق الشتاء. بفركها كده بإيديني بس عشان أتأكد كل السكر داب، وكمان الكاكاو مع الطحانية. بعد ما تأكدت ما في أي تكتلات بتاعة السكر، شايفين كيف مسكت كده معايا ويعني طرية، بجيب القالب السيليكون، وعشان أديها النكهات السودانية عندي هنا سمسم محمص، سمسم القضارف، بخده في المثلثات دي عشان بس أعمل الشكل كده مميز. والفستق اختياري، برضو خطيت فستق أخضر مدروش، يعني ممكن تعملوه ناعم، أنا عملته كده مدروش شوية خشن بس كده. وبجيب الشوكولاتة السودانية دي، وبحاول انه قبل ما انا اخدها في السيليكون ده عشان تتفرد معايا وما احرك السمسم ولا الفستق، بفردها في الاول كده بايديني كده عشان امدها، وبعد كده بدوس وبضغط كده بايديني كويس عشان الفستق والسمسم يلصق معايا. ضغطتها كده كويس بايديني وساويتها كلها مقاس واحد. دخلت الثلاجة في الاول، بعد ما بردت معاي بعد 3-4 ساعات كده على حسب يعني، بخد من فوقيها كاكاو، يعني شايفين بالمصفى انا خدت من فوق رشيت عليها شويه من الكاكاو. وكل اللي بعمله بفرتكها كده بالراحه من القالب حق السيليكون عشان اعمل احلى شوكولاته سودانيه بمكونات سودانيه 100%. وبصراحه الطعم خرافي. ولو عجبتكم الوصفه يا ريت تدعمونا في التعليقات ب5 كلمات ولايكات وشير واكسبلور، وربنا يصلح حال السودان ويجعل سلام، وترجع السودان أفضل من أيام زمان، وتاكلوا أحلى شوكولاتة سودانية.